مساء النور، اتعرف بيكي؟ انا جماهير. اسم جميل قوي. احكي لي يا جماهير، ايه بص يا مشكلتك؟ باسم، انا لسه خارجه من علاقه استمرت 30 سنه. ياه، ده عمر. والله يا باسم، بعد كده اتعرفت على شخص جديد دخل حياتي، وبعد كده ابتدى يحصل تغيير، معاملته ليا اتغيرت، حاسه انه ما بقاش زي الاول، حاسه اني مجروحه. وانا كمان والله يا جماهير. شوف يا جماهير، احنا شكلنا في مركب واحد، مش هعرف افيدك. احنا محتاجين حد فاهم في الحب كويس، دكتور الرومانسيه، برنس السنس والجنس اللطيف. مستمعينا مساء الخير، اهلا بكم في حلقه جديده من انا والبرنامج يا هواك. هنتكلم النهارده عن الحب. كتير جدا مننا بيخش في علاقات عاطفيه، العلاقه تتقلب لخطوبه وبعدين تتقلب لجواز، وبعد الجواز بيبتدي يحصل تغيير. النهارده هنتكلم عن التغيير في الحب. معكم أسامة، ومعانا اتصالات كتير. ناخد أول اتصال ونقول ألو. الو، مساء الخير يا أسامة. مساء النور. أتعرف بيكي؟ أنا اسمي جماهير. أنا سعيدة جدا إني بكلم حضرتك، كنت محتاجة المكالمة دي من زمان. وأنا في خدمتك يا جماهير. اتفضلي، أنا سامعك. شوف يا أسامة، أنا اتجوزت كده من قيمة 6 شهور كده. ده كان جواز عن حب؟ الصراحة كان عرس ديمقراطي. ديمقراطي. كملي. أصل أنت مش واخد بالك، أنا كان متقدم لي عريسين، كل واحد فيهم طيار. ما شاء الله ما شاء الله. حربي ولا مدني؟ والله بص، واحد كان طيار حربي والتاني طيار إسلامي. وبعدين يا جماهير ايه اللي حصل؟ ابدا عصرت على نفسي ليمونه وقلت اجرب الطيار الاسلامي، سمعت انه حلو. كملي يا جماهير. والله بص يا اسامه، انسان متدين قوي يا اسامه، يعني ما بيسيبش فرض خالص. كنت حاسه بتفاؤل غريب، وقلت هو ده اللي هيملى عليا حياتي بالحب. وهنا عقبات كتير، وكان دايما يقول لي هنحلها بالحب. وعنها بقى يا اسامه ابتدى يتغير واحده واحده، وابتدى يسافر كتير مع اخوانه ويسيب لي لوحدي. وكل ما اساله ليه بتسيبني يقول لي بجيب معونات، وبنعمل شركه ما شفت حاجه منه. وانا بعيد عنك يا اسامه، تعبانه قوي وعندي اضرابات في كل حته في جسمي. بص يا اسامه بقى، وبعد كده كان نفسنا نجيب بنوته صغيره ونسميها نهضه. يلا الحمد لله. طيب وليه ما حصلش نصيب؟ بلاش احراج يا اسامه، اصل كان في عجز. للاسف. عجز؟ قصدي عجز في الموازنه عادي، تحصل في احسن عائلات. طيب وما حاولتوش تاني؟ والله جربنا نرفع الدعم، ما نفعش. يعني اقول لك ايه، هستنى 100 يوم كمان وامري لله تفكي. مش عارفه يا اسامه، انت رايك ايه يا اسامه؟ انت عايزه تديله فرصه تانيه ولا فقدتي الامل؟ مش عارفه اصله بيعمل حاجات غريبه قوي. تخيل يا اسامه، راح عمل لي اعلان دستوري عشان يشكمني. تخيل. يا للدرجه دي القسوه. طيب قولي لي يا جماهير، لسه بتحبيه؟ بص يا اسامه، في جزء مني بيحبه، بس مش عارفه كام في المية. يعني على حسب اني استفتاء يعني. طيب وبابا كان ايه رأيه في الموضوع ده؟ بابا انت غاب شفيق. بص يا جماهير، بالنسبة لك الدنيا